وحشتوني قوي قوي. الافكار النهارده حلوه جدا، حتى لو شفتوها قبل كده برضو محتاجين الدعم بتاعكم عشان توصل لاكبر عدد يستفاد من المحتوى بتاعنا. افكار النهارده للناس اللي عايزه كوسترات، والافكار برضو النهارده للناس اللي عايزه تعمل مشاريع بسيطه وسهله بالخيش. زي ما انتوا شايفين، اول فكره معانا النهارده كوستر بسيط قوي من الخيش. لو لقيتوا الخيش معاكم مكسر بالمكوى ممكن تفردوه، وبعد كده خدي قطر الدايرة اللي يعجبك. رسمت دايرة صغيرة جنبها، ممكن بطبق او اي دايرة عندك. تمام. وبعد كده خدت كده الحواف ظبطتها بالشكل ده، وبعد كده وصلتهم هنا. بعمل الحركة دي عشان اضمن ان الدايرة بتاعتي مقاسها مظبوط. بعد كده بإبرة الكروشيه والخيط القطن اللي هو بتاع التنجيد عملت سلسلة كبيرة من الكروشيه، وابتديت ألزقها. أحدد، عايزة ترسمي براحتك، عايزة تعملي زي ما أنا بعمل. عملت الشكل البسيط ده على حواف الدايرة بتاعتنا. طبعا الشمع مع أي حاجة تلزقيها على الخيش هتبقى قوية جدا، ما بيطلعش بسهولة، عشان الخيوط هنا أو المنسوجات بيبقى ليها بالذات النسيج بتاع الخيش ليه وبرة عالية فبتكلبش بزيادة. وهنا بنضف الحواف هاتي بقى مقص حلو كده يكون مسنون، واشتغلي بيه هيقص الحواف زي المسطرة يعني. وبعد كده عشان الشكل الداخلي يبقى أظبط عملت برضو دور تاني من السلسلة. بجد بجد ده مشروع حلو جدا وسهل وبسيط، وتقدري تستلهمي من الفكرة دي كذا فكرة وتشتغلي وتعملي حاجة حلوة من بيتك. اعملي بقى صفحة على الفيس، تعملي حاجات على التيك توك، تعملي يعني منشور في منتجاتك وتعرضيه على التيك توك، هتبقى حاجة حلوة جدا جدا. وبعد كده الفكرة اللي بعد كده هنعمل كوستر برضه جميل جدا عبارة عن ورق الشجر. طيب انا عملت الاول باترون زي ما انتوا شفتوا، انا رسمته يعني حطيت الرسمة قدامي وابتديت استلهمها كده على ورقة عادية. وبعد كده ابتديت قلت اعملها على كرتونة قوية شوية اللي هي بتاعة التورتة اللي انتوا شفتوها دي. الكرتون ده حلو جدا، مش برميه، بعمل بيه اعمال حلوة قوي. وبعد كده ابتديت اجيب الغيره العادي بتاع الاخشاب ولزقت عليه الخيش. ممكن تستغنوا عن الحركه دي بس، او تشتغلوا زي ما انا هشتغل دلوقتي. بصوا بثبت عليها كمان بالغيره تاني الخيش نفسه، يعني من فوق ومن تحت. وممكن بعد كده تشيلوا الورقه اللي تحت دي على اساس بس بنضمن ان الشغل مشدود وحلو عشان تقدروا تتحكموا فيه. هي دي مهمه الكرتون اللي عملناها من تحت. نجيب بقى معانا اي خيوط انت عايزاها، بس اكسروا اللون. فانا جبت الخيوط اللي هي القطن، صدقوني رخيص جدا الخامة دي اللي هي الخيوط القطن بتاعت التنجيد دي، ويتعمل بيها اعمال حلوة كتير جدا. نقيت هنا مسدس بتاعنا الصغير الرفيع يعني مش الكبير، عشان يتحكم لي في نزول الشمع من الفتحة بتاعته، عشان بس ما يسيلش مني يبوظ الشكل. وابتديت بقى اعمل الخيوط العشوائية بتاعت ورقة الشجر. قد ايه الفكرة دي جميلة برضو وسهلة وحلوة. انتوا عارفين اسعار الكوسترات دلوقتي بقت كتير، مش فاهمة ليه. بتمن واحد تقدري تعملي 10 واكتر كمان. فبجد انا بشجعكم على ان انتوا تستغلوا اللي يقدر يعمل حاجات حلوة زي دي كتير، وتستغلوا حاجات حلوة زي كده وافكار تقدروا تعملوا بيها حاجة تفيدكم يعني مشروع. لو عايزين بقى الإفاضة إن أنا أكلمكم أكتر عن تجيبوا الخامات منين، تقدروا توفروا إزاي، تسعروا إزاي، كل ده قولولي في التعليقات، وإن شاء الله ننزل يعني فيديو خاص أو سلسلة خاصة بالمعلومات عن كل ده إن شاء الله، يعني أقول لكم خبرتي. وابتديت أحط هنا على الحواف عشان أبرز بس شكلها. الخيش عندي عادي خالص تمام. بتقدروا تتحكموا في الاشكال. جيبي ممكن تطبعي اي ورقه شجر صوره يعني ليها، تنزليها من على بنترست وتقدري تطبعيها وتشتغل عليها وتعمليها بالمقاس اللي انت عايزاه. تمام. اهي كده شكلها حلو قوي وبارز وجميله بقى. كوستر علقها على الحائط، اعملها صغيره وكبيره مثلا كذا مقاس كذا شكل ورقه شجر، حلوه جدا جدا وفكره حلوه. وده البامكن او القرع العسل اللي عملناه مع بعض قبل كده، جميل قوي قوي قوي. الحاجات دي طبعا بألوانها جميله قوي، بتنفع شتوي.
يلا بينا هنشوف بقى ايه الفكرة اللي بعد كده، بس هنا اوريكم الاول قد ايه هي حلوة قوي على الحائط. ما تنسوش دعمكم الجميل بلايك وشير وكلمة حلوة منكم كده، تعليق في التعليقات يحفزنا ان احنا نواصل. وزي ما انتم شايفين انا عاملة هنا كده دايرة، اعملوا القطر اللي يعجبكم. وده خيوط قطن اللي هي يعني بيستخدموها كانوا زمان في حبل الغسيل. تمام، انا بجيبها بالكيلو وابتديت الف كده، اجيب النقطه بالظبط اللي هي النص بتاع الدايره بتاعتي، وابتديت اشتغل فيها وبالشمع ابتديت ورا بعضه كده زي ما انتم شايفين. وقبل الاخر كده الخط اللي هو الاخير ده عملت كده خيوط. انا ما كانش عندي خيوط خيش فاتصرفت، يعني كان عندي حبل سميك منه نسلته، وبعمل الاجراس اللي انتم شايفينها دي مع بعض بالشكل ده. نصيحة تاني مهمة جدا وانا شغالة كده اقول لكم، عشان لو حد حابب يعمل المشاريع دي. بصوا بس هنا انا بلزق ازاي، يعني بعمل كل الاجراس على الحبل في المكان الاخير اللي انا سايبه لها، وابتديت انسق والزق. نصيحة تجيبوا الحاجة بالجملة على قد ما تقدروا، جيبوا قماش الخيط بالكيلو، جيبوا وبعد كده انتوا اعملوه على ايديكم، مش شرط البقر ده مش موفر خالص. هاتيه وابتدي بيبقى يتباع شلل كده، هروح ان شاء الله اصور لكم الاماكن دي لو حابين، قولوا لي في التعليقات. وبعد كده تلفوه على ايديكم، ده بيبقى ارخص واوفر، وكل حاجه تشتروها بالكيلو. هاتوا كميات على قدك، الموضوع نجح يا ستي يا ستي كملي. وبعد كده زي ما انتم شايفين انا بوريكم هنا ان هي تنفع كده كوستر برضو لوحدها، والحاجات اللي بتتعلق على الحائط. هنا بقى ابتديت اعمل شويه اشكال كده عاديه خالص. دايره كبيره شويه قسمتها 2، وهقول لكم دي بتاعه الودن. هنعمل شكل وش اسد، وده مشهور جدا جدا في شغل البوهو دلوقتي وديكورات البوهو. وهنا النوز بتاعه الاسد بتاعنا كله بالشمع، وممكن تلفيه او ممكن على فكره تشتغلوا بالغيره من غير ما يتخفف خالص، غير الاخشاب الابيض الشفاف ده هيبقى برضو موفر. تمام، ونلزق بقى هنا كل القطع بتاعتنا عشان نجمع الوش بتاعنا. وده كان من بجد يوم ما عملته كان نال على الفيديو ده، جاب فيديوهات لايكات ومشاهدات عالية قوي، وعجب ناس كتير جدا لان كان في مجموعة شغل حلوة قوي من الخيش. بصوا هنا بنعمل كمان الشنب بتاعه. الشغل كان لذيذ جدا جدا في الفيديو ده وفي الافكار دي. شغل الخيش والخيوط بيبقى ممتع جدا ومسلي وسهل كده، وبتحس ان انت تنجزي بس بسرعة، الموضوع ما بياخدش وقت بس بتطلع نتيجة حلوة جدا. بعمل كمان هنا تعليقة من الظهر حلوة قوي قوي. يلا لايك جميل كده، وما تنسوش حتى لو شفتوا الفكرة قبل كده ساعدوا للأفكار توصل تاني وتنتشر أكتر. وشكرا جدا. بصوا بقى الشكل الجميل حلو قوي قوي، ولو اتحطت بقى مع مجموعة تانية من الكوسترات على الحائط برضو زي ما وريتكم كده تطلع تحفة قوي قوي. تعالوا نشوف الكوستر بقى الصغنن اللي جنبها ده واللي تحت دلوقتي جاي، هنشوف معمول ازاي، لانه برضو بجد حاجات تحفة قوي. هنا من ازازة كلور ابتديت زي ما انتم شايفين اخد مقاسات سنتي 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 من فوق ومن تحت. السنتي اللي من فوق تاخدي على قده بالظبط السنتي اللي تحت. تمام، ودي الحمد لله الفكرة دي كانت حصرية، اللي هي ان انا اعمل كوستر من عبوة الكلور دي، ما شفتهاش كانت ساعتها يعني من مدة كبيرة في حتة قبل كده. والحمد لله نالت برضو على اعجابكم. زي ما انتم شايفين انا ظبطت الشرايط بالظبط وقصتها، وبعد كده نبتدي نشتغل بقى، هنجدل ما بينها. بصوا ظبطوا اول واحدة وخدوا واحدة وواحدة لا، هكذا لغاية ما تخلصي اول دايرة وتعكسي بقى، تفضلي رايحة جاية اهو بالشكل ده اهو. بصوا انا عكست كده برضو، هنفضل يعني طالعين داخلين بالشكل ده. هي سنتي واحدة بس الشرايط دي تكفيها. بصوا الجمال اهو كده، ونفضل بقى نكمل لحد قبل الاخر بشوية كده. تابعوا وشوفوا هنعمل ايه. في ناس بتعملها خدوا بالكم من الحتة دي قبل الاخر كده. انا ابتديت يعني الف لفتين كده على كل شريطة منهم. في ناس بتعمل الحاجات دي بعصيان الشيش طاووق، تعملها كده عكس عكاس، بس انا شايفة ان دي لذيذة وخامة متوفرة عندنا في كل البيوت يعني. كده تمام. يعني شوية لو احنا كلنا في بيوتنا في بتبقى مخلفات كتير، ممكن بعد فترة
تلاقي عندك شويه كميه ازاز كبيره جدا، ممكن تعمليها حاجه زي كده وتبيعيها، يعني مش شرط تبقي شغاله على منتج واحد فتره كبيره، فاهميني؟ بس خلصنا وفنشنا الحواف، وهبتدي اجيب الحته اللي انتوا شايفينها دي اللي في النص. هعمل برضو يعني ظبطوا ايديكم في الفتحات اللي هنعملها بالكاويه، تمام، واجدلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. خيوط الخيش موجودة، الناس بتوع الجملة موجودة في الأزهر، يعني هي مش في حارة المزين خالص، في حارة المزين كلهم ناس الخيوط هناك والخيش هتلاقوهم ناس كلها بتاعت قطاعي، مش هتلاقيهم الناس اللي هي بتاعت الجملة. هتروحوا تلاقوا ناس بتوع محلات مخصوصة للخيوط بتوع الجملة في الأزهر نفسها. بالنسبة للكلام عن المشاريع، الموضوع أنا أسست كذا مشروع على فكرة صغير. المشكلة لما كملتش في موضوع البيع كان عاجب ناس كتيرة، يعني هو خلل مني أنا البيت مع المواضيع دي ما كانتش بتنفع قوي أول وقت، بس اللي عنده الدنيا بتسمح وعنده كده روح إنه يواصل كلموني واقول لكم خبرتي في الموضوع ده ازاي تنجحوا وتكملوا. وزي ما انتوا شايفين كده النقطة الرئيسية اللي في النص انا بدخل وخرج من بره الخيط، لكن في نقطة رئيسية في النص هي اللي بينزل ويطلع فيها كل الخيط، تمام. بس وبعد كده ابتدي بقى بعد ما خلصت اخد يعني اخر الخيط خالص وابتدي بقى الفه. بصوا بجدله داير ما يدور كده زي ايه، عش العنكبوت كده اهو. بطلع وبدخل الخيوط معايا بالكروشيه. صدقوني بجد بسيط قوي قوي. وزي ما قلت لكم عايزين اي خامات باذن الله، انا نفسي انزل اصور لكم. من اخر مره جبت الخامات ما عرفتش اصور لكم، بس كانت من مده طويله، كانت كميه خامات كبيره برضو، كانت عشان كانت مشروع. وزي ما قلت لكم هو نجح معايا، بس للاسف ما كانش عندي طولة بال ليه. انا وقفت مش عشان خسر ولا حاجه، بالعكس كانت المنتجات اللي نفذتها كانت بجد عاجبه كل الناس، وكله كان عايز كميات تاني، بس ما قدرتش اوصل. فلا الموضوع شغل الخيش حلو جدا جدا، في ناس شغاله فيه ممتازه قوي قوي، وربنا معاكم. لو عايزين اي حاجه زي ما قلت لكم قولوا لي في التعليقات، وانا اعمل لكم فيديوهات مخصوصه باذن الله. وتابعوني على التيك توك وتابعوني على الفيس بنفس برضو الاسم بتاع قناتنا، هتلاقوا على الفيس ابتكارات ميرا الاعمال اليدويه، والتيك توك ابتكارات ميرا، تمام. بعد كده كل الاجراس اللي انا عملتها نبتدي بقى ايه، نسويها بالمقص. خلاص خلص كده شغلانتنا. الكوستر طالع رائع، منظم جدا، دقيق جدا، ودي حاجة انا بحب اعملها واوضح لكم يعني ايه، يعني اقل الحاجات البسيطة انا بحب اوضح عليها الكاميرا عشان اوريكم قد ايه الشغل بتاعنا بنصوره يعني بكل ثقة ان هو متعوب عليه، تمام كده. خلاص الكوستر بتاعنا انا بقى بحب اخر لقطتين اوريكم انا بوظفه ازاي. برضو الفازه الحلوه دي انا كنت عاملاها، وكنت عاملاها مشروع على فكره ونجحت، يعني كانت جميله. فبجد جميل قوي، ده من احلى الكوسترات اللي انا عملتها. طبعا مش هقول لكم اساسه كرتون بقى، لا يستحمل، يعني ده بلاستيك، يعني اللي وقع عليه ميه مش اي مشاكل معانا، هينشف مش هيبوظ يعني، تمام. يعني ده من الكوسترات اللي تهلكي فيها براحتك. خلاص يلا بينا بقى على الكوستر اللي بعد كده، او العمل معانا اللي بعد كده. زي ما انتوا شايفين انا جبت نفس نوعية الخيوط، هي دي على فكرة الحبل ده في منه ناشف وفي منه طري، تمام. ده النوع الناشف هيساعدك شوية يمسك، بخلي بالك من النوعية دي، يمسك معاكي كده الكوستر ويبقى مش مرن. خلاص ابتديت ألزق أوله وألف وابتدي أعمل الحركة اللي انتوا شايفينها دي. نعمل برضو نقطة منتصف، ونفضل ناخد الخيط من بره لجوه بالشكل ده في الأول خالص، وبعد كده نبتدي نبعد بقى الغرزة واحدة واحدة. عايزاكوا الإبر تنقوها بإحكام، تكون طويلة، تكون سميكة، العين بتاعتها تكون كمان واسعة عشان تقدر تدخل جواها الخيط بأريحية. بصوا كده انا بنظم هنا في الاول خالص المسافة ما بين الخيوط اهي حوالي سنتي،
او صباع صغير كده واحنا شغالين. وبعد كده كل ما امشي خلصنا اول صف هتلفي فوقيه الصف التاني. اوريدي خلاص هنشتغل بقى. الغرزة اللي هنعملها هنلقطها في اللي تحتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا هتدي بقى شكل ايه جميل قوي. لو هتعمليها فوقيها هتدي منظر، لو هتحرفيها شوية كده هتدي منظر. كل غرزة وهتدي شكل مختلف. انا بعيد تاني بفويس مختلف غير الفويس اللي انا او التعليق اللي علقته في الفكرة دي قبل كده. انا لما عرضتها هنا ابني يوأنا نانا بنتي بدلعها بقول لها يا نانا، هي اسمها يوأنا. يعني بحب اشجعها، وحلوة قوي لما تلاقوا موهبة زي كده عند اولادكم تشترك معاكم يعني في عمل زي كده، بالذات موضوع المشاريع ده يساعدوكم يعني يحسوا ان هم بيعملوا حاجة حلوة. يعني احسن ايه من قعدتهم قدام السوشيال ميديا دي اليومين دول. خلاص هنا بتحط الجرس، وكنت يعني اكتشفت انها عارفة تركز وعارفة تحط فين وتعمل ايه. مجرد ما شرحت لها بناء على كده عرفت انها عندها ميول للشغل، انها يعني ايه تشتغل معايا او تعمل حاجة زي كده. بس طبعا الدراسة بس كانت لسه صغيرة قوي، لان الفكرة دي كانت من تقريبا من 2 سنين. وبعد كده ابتديت بقى بعد ما خلصنا الاجراس سرحتها نسلتها وابتديت اعقدها. بص كوستر صغير جميل ينفع تكملي بيه مجموعة على الحائط، تكبريه تصغريه براحتك بقى. يعني تعمليه كبير كده شوية وتعمليه كذا مقاس حلو، ومش هياخد منكم وقت بجد يعني. وفي الاخر ممكن يتباع بمبلغ كبير. التسعير ده على فكرة بتحطي حق الشغل وتحطي فوقيه بالظبط قد ما انت حطيتي مثلا، او التقدير بيبقى على حسب ما انت بتشوفي. شوفي على السايد اللي انت هتبيع عليه بكام، قللي شوية مثلا عشان دنيتك تمشي وهكذا. او تحطي مثلا كلفتي 50 حطي 50 مثلا. او طبعا ده جزافي يعني اللي انا بقوله. بس اتمنى نكون الفيديو النهارده عجبكم والمجموعه عجبتكم، وشكرا لكم. استنوني باذن الله، صدقوني هجيب لكم افكار تانية حلوه كتير جديده. وشكرا لكم، سلام.